ما تزعلش من كلام اخوك يا ابني. اخويا ما كلمنيش يا ماما. انا عارفه يا ابني ان هو ما كلمكش، بقول لك يعني ما تزعلش من الكلام اللي هو بيقوله. انا مش عايزك انت اللي تزعلي منه. انا صعبان عليا ان ابني مفكر ان انا بفرق بين الولد والبنت، وان انا بحب عيالك انت اكتر من عياله، وربنا اللي يعلم العيال كلها بالنسبه لي واحد. ما انت عارفه يا امي ان هو دماغه صغير شويه، اهو لسه شاب يعني ولسه طالع للدنيا وتفكيره على قده، وانت عارفه مراته هي السبب، هي اللي مشعلله الدنيا. يعني هو ينفع كده يا ابني يسمع كلام مراته ويجي كده يبهدلني؟ معلش يا امي ما تزعليش، حاولي تكبري دماغك شويه كده وتلمي الموضوع. ومراته يا ابني، مراته برضه بتعمل حاجات كده تضايق، يعني تيجي من بره كده وتقعد ما تعملش حاجه، ومراتك يعني هي اللي طالع عينها في شغل البيت. مش مشكله يا امي، ما يهمش. يا ابني المشكله ان راحت تقول لجوزها ان احنا مشغلينها ومراتك هي اللي قاعده، شايف قلبت الكلام. دي بقى اللي حاجه تزعل. ما اخوك مش مديني فرصه حتى اشرح له ولا افهمه حاجه. طب تحب اتكلم معاه يا امي؟ لا يا ابني ما تتكلمش معاه، مش عايزاك تخسر اخوك علشاني. هتخسروا بعض انت واخوك عشان خاطر الحريم، ده انتوا مالكوش الا بعض، انت الكبير وانت العاقل، كبر دماغك. انا والله مكبر دماغي، ما فيش في دماغي اي حاجه، انا جايلك عشان اقولك ما تزعليش. انا مش زعلانه، ربنا يهديه، مصيره في يوم من الايام هيعرف ان مراته هي اللي غلطت. مسير الايام هتثبت له كل حاجه، ربنا يهدي سرهم كده ويصلح حالهم. المشكله في الزمن بتاعنا ده يا ابني ان الواحد يمشي ورا كلام مراته، تقول له امك حلوه يبقى حلوه، امك وحشه تبقى وحشه، وبينسى كل اللي امه عملته عشانه من وهو صغير، ويحصل مشاكل بينه وبين اخوه وبين اهله، يعني خلاص ينسى اخوه، لما تقول اخوك وحش يبقى وحش. معلش يا امي، ما هو ده بقى حال الدنيا. بس ده غلط يا ابني. ما احنا عشان كده لازم نحاول نلم، ما نبعزقش الدنيا. وفين دماغه؟ ما بيفكرش خالص. بصي يا امي، لو جه واتكلم معاكي تاني قوليلي وانا هتكلم انا واتفاهم معاه. ماشي يا ابني، ربنا يهديه، ربنا يكملك بعقلك. ماشي يا امي، مش محتاجه حاجه مني. سلامتك يا ابني، ربنا يصلح حالكم يا ولادي. بقول لكم ايه انتوا الاتنين، السلسله بتاعتي كانت جوه على التسريحه في اوضه النوم، راحت فين؟ سلسله ايه؟ مين اللي هيخش اوضتك؟ انت بتسرقينا ولا ايه يا شيماء؟ شوفي مين بقى اللي بيخش اوضتي، ما هو انا قاعده عندك. ولاد ابنك هم اللي بيخشوا الاوضه. يعني انت قصدك ايه، ولادي هم اللي سرقوا السلسله بتاعتك؟ وهم من امتى يعني العيال كانوا بيخشوا اوضتك؟ يعني بعد ده كله واحنا ساكتين لك وكمان جايه تسرقينا؟ انا ماليش دعوه، اللي يخش يخش واللي يطلع يطلع، انا عايزه السلسله بتاعتي. ما تدوري يا بنتي عليها كويس، هنا ولا هنا؟ روحي شوفي انت حطيتيها فين، ما تسرقيش عيالي. طب والله لا اتصل بابويا عشان يشوف له حل في النصيبه دي. لا ده انت زودتيها على الاخر. بقول لك ايه، امور السهواكه بتاعتك دي ما بحبهاش، وتعملي لي غلبانه قال ومش فاهمه حاجه. والله بقى لا اكلم بابا. طب وابوكي ماله بقى ومال الموضوع ده؟ يجي بقى يشوف حل، يشوف السلسله بتاعتي راحت فين ومين اللي لطشها. روحي اعملي اللي انت عايزاه. شايفه يا حماتي دي اخرتها يعني بتسرق عيالي؟ هو انا عيالي حراميين؟ دي بنت قليله الادب، ده انا زهقت منها. لما جوزها بس يجي لازم يشوف له حل. الو، ايوه يا بابا. انت لازم تيجي لي النهارده يا بابا، لازم تشوف لك حل، انا ما عدتش قادره على العيشه دي. وعصام جوزي مش قادر يعمل حاجه، واللي زاد وغطى بقى ان السلسله بتاعتي اتسرقت النهارده من الاوضه. وكمان محمود سيلفي بيعدي من جنبي ويلمح لي كده بكلامه، كل شويه يبص عليا وحاجات كده مش مظبوطه، وانا ما عدتش عارفه اقول لجوزي ايه. لا يا بابا انا مش قادره خلاص على العيشه دي. تعالى لي عشان تشوف لك حل في الموضوع ده، انا مستنياك، يلا سلام. ايوه انا جايه، ده اكيد بابا. تعالى يا بابا، تعالى ندخل عندي الاوضه جوه. في ايه يا بنتي، ايه اللي حصل؟ بص يا بابا، انا بحط الذهب بتاعي على التسريحه، ببص كده ما لقيتش السلسله بتاعتي، وكل يوم والتاني حماتي عايزاني اخدمها، قال واعمل ايه وانا بعمل، انا بخدمهم وطالع عيني في البيت، وكل شويه ابص الاقي سيلفي عمال يخش كده على باب الاوضه ويبص عليا، لا اجي داخله المطبخ واقف كده عمال يبص عليا من فوق لتحت ويلمح لي بكلام وحاجات كده مش حلوه. سيبك من كل الكلام ده، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، البني ادم اللي انت بتقولي عليه ده بصلك بصه فعلا وحشه ولا انت بتتبلي عليه؟ لا بالفعل يا بابا، هو انا يعني هكدب عليك؟ خلي بالك الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام مش سهل، ده هيضيع فيها رقاب. ايه ده؟ ايه الصوت العالي والزعيق اللي انا سامعه ده؟ حمايه، ازيك يا حمايه؟ اهلا، تعالى يا سبع البرمبه. في ايه؟ مالكوا عمالين تزعقوا كده ليه؟ انا عايز افهم بقى دلوقتي انتوا عايزين ايه بالظبط؟ خليه يتكلم يا بابا ويقول لك بقى على كل حاجه. ايه ده؟ ايه الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ هو انت اتصلتي بابوك يا شيماء؟ ايوه طبعا اتصلت بابويا، انا ليا اب يجيب لي حقي. بطل يد الكلام ده والكلام في الفاضي. ازاي اخوك المتربي المحترم يبص على بنتي؟ بتقول ايه؟ محمود اخويا عمل كده؟ عمل كده. وانت ليه ما قلتليش؟ ما انا عماله اقول لك بيعاملوني وحش وامك بتعاملني وحش وكلهم في البيت بيعاملوني وحش وانت ما عملتش اي حاجه. دي اشتكت لي من الموضوع ده مره واثنين وثلاثه، قلت يمكن غصب عنه ولا هي مش واخده بالها، لكن هي النهارده اكدت لي. طب وانت ليه ما اشتكيتليش انا قبل ما تقولي لابوكي؟
طب اشتكيت لك يا شملول يا سبع البرومبا، وريني بقى هتعمل ايه. هات لي حق بنتي من الموضوع ده، وبعد كده هات لي السلسله وهات لي كل حاجه، انا عايز حقها. سلسله ايه؟ السلسله بتاعت الذهب اتسرقت، كنت حطها هنا على التسريحه وببص ما لقيتهاش، معرفش مين اللي لطشها. ومين يعني اللي هيدخل اوضتك وياخد السلسله من على التسريحه؟ معرفش يا اخويا بقى، شوف انت اسال نفسك، ولاد اخوك هارسين الاوضه وداخلين طالعين عليها وخدوا حاجاتي وسرقوا ذهبي. ولاد اخويا ما يعملوش كده يا شيماء. ويمكن اخوك هو اللي سرقها، اللي يخليه يبص على بنتي عادي يعملها، يخش يسرق عادي. ما يمكن اخوك فعلا هو اللي خدها. بقول لك ايه يا حمايه، اتكل انت دلوقتي على الله وانا هبقى اشوف الموضوع ده. اتكل على الله يعني ايه؟ انت بتطردني؟ لا ما بطردكش، بس دي مسائل عائليه كده ومشاكل بيننا وبين بعضنا، انت ما ينفعش تتدخل فيها. مشاكل عائليه. طب انت بقى يا حبيبي لازم تجيب لي حق بنتي والنهارده، والا هاخد بنتي وما عدتش هتشوفها تاني. بنتك متجوزه راجل يعرف كويس ازاي يجيب لها حقها. اهم حاجه عندي الشرف اهم من اي حاجه في الدنيا. بس لو ثبت لي عكس الكلام اللي انت قلتيه ده، انت اللي هتبقي جبتي لنفسك. اوعي تطلعي كدابه في الاخر، انت عارفه لو طلعت كدابه انا اللي هاخد حق الواد ده لو طلعت بتتبلي عليه. بنتك متجوزه راجل يا حمايه، ولو طلعت هي بتكذب في الاخر انا بقى اللي هعرف اخد حقي منها. اما شوف لو ذكر وراجل تجيب لها حقها، وابقى شوف حد بقى يربي اخوك. عيب يا حاج الكلام اللي بتقوله ده. عاجبك كده يا ست هانم؟ ما تجيب لي حق يا شملول، وعايزه السلسله بتاعت اللي اتلطشت. ماشي، بس لو طلعت فعلا بتكدبي هتشوفي شغلك بقى معايا. فين محمود يا امي؟ فين محمود؟ في ايه بس يا عصام؟ بقول لك فين محمود؟ محمود في الشغل يا ابني، ما انت عارف. طب اتفضلي رنيلي عليه، كلميه في التليفون. ما هو زمانه جاي. لا بقول لك رنيلي عليه يجي دلوقتي حالا. في ايه يا ابني؟ فهمني ايه اللي حصل. الو، ايوه يا محمود، انت فين يا ابني؟ لا يا ابني تعالى على طول. لا مش عايزين حاجه، بس تعالى يلا. اهو طالع اهو على السلم، ما انا قلت لك ان زمانه جاي. مالك متلهوج كده؟ ايه يا ابني بس اللي حصل؟ البيه بيبص على مراتي. ايه بتقول ايه؟ هي حصلت الكلام ده؟ حصلت تقوله كده على اخوك كمان؟ هتتبلوا عليه كمان؟ هتشوفي كل حاجه دلوقتي وتعرفي كل حاجه. اهو اخوك جه. السلام عليكم. تعالى يا بيه، تعالى يا سعاده البيه. في ايه بس؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ كلام ايه اللي انت سمعته؟ كلام ايه يا امي؟ ما تردوا عليا. اخوك بيقول قال ايه؟ ان انت بصيت على مراته. بتقول ايه؟ بصيت على مراته؟ يا ابني، ده جت من شويه اتهمتنا ان احنا سرقنا السلسله الذهب بتاعتها. انا مش عارفه يا ابني البت دي عايزه مننا ايه. انا دلوقتي بقى فهمت كل حاجه. فهمت ايه؟ يعني انت دلوقتي جاي وعامل الزيطه والهليله دي عشان مراتك قالت لك ان انا بصيت عليها؟ دي بعتت جابت ابوها يا ابني وعملت مشكله جامده. وهي دي حاجه سهله؟ وانت بقى مصدقها؟ ايوه صدقها، مراتي ما بتكدبش. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ حق مراتي، انا عايز اخد حق مراتي دلوقتي. يعني ايه حقك وحق مراتك؟ عايز ايه يعني؟ يعني انا هضربك، انت ازاي بني ادم انت تبص على مراتي؟ دي مرات اخوك. انت ازاي تمد ايدك على اخوك؟ هو انت اتجننت يا واد انت؟ واللي هو بيعمله ده حاجه كويسه؟ ازاي يبص على مرات اخوه؟ اخوك عمره ما يعمل كده. انا عايز افهم انت ليه بتدافع عنه؟ ايه عشان هو مخلف صبيان وانا يعني مخلف بنات؟ لا ده انت خلاص عقلك راح منك. خلاص يا امي ما تتكلميش معاه، انا هاخد مراتي وعيالي وامشي من البيت. يبقى احسن برضه. وهو ده بقى اللي مراته عايزاه. خلاص يا امي طالما اخويا عايز كده. يا ريت ما تخربيش البيت، ما تخليش الاخوات يمسكوا في بعض. حرام عليكي خراب البيوت. لكل مرات اخ، ما تفرقيش الاخوات عن بعضهم. واجبك انك تحافظي على البيت. يا رب تكون الرساله وصلت.